السلام عليكم، نتمنىوكم تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نضربوا دويره ونوريكم اي حاجه فين وصلات. بقاو معنا خوتو. كما كتلاحظوا الرعيه الماشيه موجوده الحمد لله. بعد ما طاحت الشتا الخير غادي يكون موجود ولله الحمد. الشتا مع غير منفعه، الشعير بالغلام اي حاجه موجوده الحمد لله في هذه الوقيته. والعام اللي فات راه قبل ما هاد الوقيته بنادم كان كيرعى الغنم، وكان اما هاد العام راه بنادم راه تشوف راه معطل في الرعيه الماشيه ديالو عامه. كلشي مازال كياكل من الدار كما كنقول، والشتا ماشي غير على حساب هادشي. الزيتون حتى هو غيستافد الحمد لله. الزيتون اللي تسقط بطبيعه الحال، لان كاين زيتون اللي باقي بلا سقيط. الزيتون اللي تسقط غادي يدير الفرق وغادي يرتاح كما كنقولوا، غادي يكبر الحمد لله. الشتا مع غير الخير كما كتشوفوا معنا، الخير موجود ديما الحمد لله. فين ما مشيتي غادي تجبرها الخير هذا ولله الحمد. بخصوص الشعيرة الإخوان والقمح، وبخصوص القمح خاصة هاد الوقيته هادي الصراحة. الشتا بما أن الشتا طاحت بزاف وكثرة الحمد لله. إلا مشيتي دابا العرق ديال الشعير ديال القمح غادي تلقاه كيعوم، داك العرق كيعوم في الماء. وشنو كيحتاج دابا؟ كيحتاج الملحة دابا ضروري الصراحة. هي فلاح مسكين كيمشي يشري، ماشي الفلاحه كاملين مقيدين في فلاحه غادي يطلع يشري، واخا الفلاحه ما مدعماش بزاف، كيمشي يشري مع البياع والشراي دايره 450 درهم القنطار. القنطار ما غادي يدير لك والو. القمح خصو الصراحه الملحه والشعير، هاك الحاجه اللي عطيتيها غادي تعطيك، ماشي غادي تبقى عوال. راه الخوت غادي يجي بلا خدمه، حتى حاجه ما كتجي بلا خدمه الخوت. كما قلنا الاخوان الحمد لله، كما كتشوفوا الخير موجود الماء. الحمد لله على كل حال. وإلا مشينا شويه عاوتاني وغادي نكتشفوا شنو كاين في الجهه. شوفوا شنو وقع لتحت واحد الزيتونه راه جات، اكتشفوها مباشره حنا وياكم. كما كتشوفوا الاخوان، كما قلت لكم بحين الزيتون مازال ما مسقطش كامل، كاين اللي باقي بلا سقيط. اخوان شوفوا واحد الزيتونه كانت في هاد البلاصه بالضبط، شوفوا فين واصله. يمكن تبان لكم من هاد الجهه احسن، بقات واقفه حتى لديك الجهه، ماشي غير وحده كبيره وشي جوج صغار. نهبطو حتى لتما ونشوفوا شنو كاين. وكما قلت لكم الاخوان بخصوص الملحه، راه شفتوا هذا راه مدغور بالشتا والبرد. البرد اصلا كيزيد ما كيخليهش يكبر بواحد السرعه كبيره، خصو ضروري الملحه. علاش الملحه كتزيد الحراره، فهمتي؟ الارض كترتفع فيها ديك النسبه للحراره.
خواني شتو معندناش منين ندوزو للجهة لتحت. هادي هانتوما كتشوفوها بالطبقات واقفة، كانت في ديك الناحية الفوق، دابا هاي فين هبطت بقات واقفة سبحان الله العظيم. خوتو الفيديو الجاي ان شاء الله نتشافو ونوريكم جوايه اخرى ان شاء الله.